بيبدأ الفيلم في مؤسسة سرية، وبنعرف إن العلماء بيعملوا تجارب غريبة على البشر في المؤسسة دي بهدف إنهم يحولوهم لأبطال خارقين. وبعد سنين بنتعرف على مجموعة من المسؤولين العسكريين، وبنشوفهم وهم بيعملوا اختبارات على روبوتات حربية علشان يتأكدوا من كفاءتها، لأن هدف العلماء إنهم يصنعوا جيوش من الروبوتات ويستبدلوها مكان البشر. ولكن فجأة بيحصل خلل مفاجئ في الروبوتات، لأنهم بيبدأوا يضربوا نار على كل حاجة حواليهم لدرجة إنهم بيقتلوا المسؤولين. وفجأة بيخرج راجل شكله غريب من وسط الروبوتات، وبيستخدم قوته الخارقة وبيقدر إن هو يتحكم في الروبوتات وبياخدهم وبيمشي. والخبر ده بيوصل لموسكو، وعلشان كده القادة بيعملوا اجتماع عسكري طارئ، وبنتعرف على واحد من القادة اسمه الجنرال دالجوف، وبيعترف قدام كل اللي موجودين بحقيقة اللي حصل من سنين. وبيقول لهم إن الراجل اللي ظهر وسط الروبوتات ده اسمه أوغست، وبيقول لهم إن سنة 1940 الاتحاد السوفيتي كان شغال على مشروع مهم في مؤسسة سرية اسمها مؤسسة الوطني. وهدف مشروع الوطني ده إنهم يغيروا من الجينات، والتجارب دي اتعملت على البشر والحيوانات. وأوغست ده كان العالم المسؤول عن قسم التقنية في المشروع، وكان شغال على تجربة خاصة بيه هدفها إنه يقدر يتحكم عن بعد في كل الروبوتات والآلات. ولكن تجاربه كلها كانت بتفشل لدرجة إنهم قفلوا القسم بتاعه. لكن المشكلة إنهم عينوا بداله عالم اسمه فيكتور، وكان عالم ناجح جدا في علم الوراثة. وأوغست كان بيكرهه وبيغير منه لأنه عالم ناجح وأثبت كفاءته، وأوغست كان عاوز يثبت لهم إن هو ناجح أكتر منه. وعلشان كده سرق أبحاث فيكتور السرية، وبدأ من خلال الأبحاث دي إنه يعمل تجارب جينية خطيرة على البشر. ولكن تجاربه دي ما نجحتش كالعادة. ومش كده وبس، ده كمان اتسبب في قتل ناس كتير مالهمش ذنب. وبعد ما الحكومة عرفت باللي أوغست عمله وقرروا يقبضوا عليه ويعدموه، لكن قبل ما يوصلوا لأوغست دخل مختبره وقفل على نفسه، وبعدها فجر قنبلة. والغريب إن هو ما ماتش، لأن المواد الكيميائية اللي كانت في القنبلة غيرت من تركيبته الجينية وحولته لبطل خارق. وبعد فترة كمل في تجربته، وقدر بعدها إن هو يتحكم في كل الروبوتات الحربية وأي آلة من اختراع البشر زي العربيات وغيرها من الآلات. وبالتالي صعب إن البشر يقبضوا عليه بسبب قوته الجبارة. وعلشان كده دالجوف قرر إنهم يدوروا على كل الأبطال الخارقين اللي التجارب البيولوجية نجحت عليهم، ويجمعهم في فريق واحد علشان يساعدوه في القبض على أوغست. وبعد كده بنروح لمقر مؤسسة الوطني، وهناك دالجوف بيطلب من ضابط اسمها إيدينا إن هي تدور على كل الأبطال الخارقين في خلال أسبوعين بس. فإيلينا بتبدأ توزع المهمات على فريقها، وكل واحد فيهم بيبذل كل جهده علشان يحددوا مواقع الأبطال الخارقين اللي موجودين على الأرض. وبعد فترة بنروح لدولة أرمينيا، وبنشوف راجل من الأبطال الخارقين اسمه لير، وقوته إنه بيقدر يتحكم في الصخور. وبعدها إيلينا بتقرب منه وتعرض عليه ينضم لفريقها، لكنه بيرفض بحجة إن هي هتستغله علشان مصلحتها. هو كان على وشك إنه يسيبها ويمشي، لحد ما إيلينا بتعرفه إن هي هتساعده ينتقم من أوغست. ساعتها بس لير بيوافق على عرضها وبيقرر ينضم ليها. وبعدها بنروح لدولة كازاخستان، وبنشوف البطل الخارق خان، وبيكون في معركة شرسة جدا مع واحدة من العصابات، لدرجة إن هو بيتحرك بسرعة مش طبيعية، وبيقسم عربية رئيس العصابة لنصين. وحتى لما بيحاولوا يضربوا عليه نار مش بيقدروا، لأن هو بيكون سريع جدا. وبعد ما بيخلص المعركة بيلاقي لير قدامه، وبيعرض عليه لير إن هو ينضم لفريقه لأنهم هينتقموا من أوغست. فوقتها خان بيقول له إن المهمة دي هتكون صعبة وممكن يفشلوا، لكنه بيوافق برضه، وبيروح معاه علشان يجمعوا باقي الفريق. وبعد مرور كام يوم بنشوف مجموعة من الجنود واستخبات سيبيريا، وبيدخلوا جوا كوخ مهجور، ومرة واحدة بنشوف الجنود طايرين برا الكوخ، وبيظهر هجين بين البشر والإنسان قدامهم، وبيكمل ضرب فيهم لحد ما بيشوف قدامه خان ولير. فبيوقف ضربه وبيبدأوا يتكلموا معاه وبيعرفوا تفاصيل المهمة. وكمان إيلينا بتكون وسطهم وبتطلب منهم ينضموا للفريق. وفي اللحظة دي الوحش بيرجع لهيئته الطبيعية، وبنعرف إن اسمه أرسوس، وبيوافق على عرضهم. بعدها بنروح لسيرك في موسكو، وبنشوف في بنت اسمها سينيا بتقدم عرض قدام جمهور كبير، وفجأة بتنط في المية وتتحول للون شفاف زي المية بالظبط. وطبعا أول ما تخرج من المية الجمهور بيحييها، والجمهور كله بيبقى منبهر من العرض اللي هي قدمته. وبعدها بتروح سينيا علشان تغير هدومها، وفجأة بتشوف خان قدامها فبتهجم عليه وبيحصل بينهم اشتباك، لكن خان بيكون محترف جدا وبيقدر يصد كل هجماتها. وبعد شوية بيوقفوا خناق، وسينيا بتسأله هو مين وعاوز ايه بالظبط. فوقتها خان بيطلب منها تركز وهي هتفتكره، ولكن هي مش بتهتم بكلامه وبتستمر في القتال لحد ما فجأة لير بيظهر وراها، وبيحاول إن هو يفكرها إنهم صحاب، لكن هي مش بتهتم برضه وتهجم عليه هو كمان. وفجأة أرسوس بيجي قدامها وبيقول لها إنهم كلهم عارفينها، وإنهم أصحاب من زمان، وإنهم عارفين الشخص اللي تسبب ليها في فقدان الذاكرة.
وبيطلب منها تنضم للفريق علشان ينتقموا منه سوا. وفي الوقت ده بنشوف أوجست في مختبره السري وبيجهز جيش ضخم. وبنرجع للفريق تاني بعد ما وصلوا للقاعدة، ووقتها سينيا بتقول لهم إن هي فاقدة الذاكرة بقالها مدة طويلة، وبتقول لهم إن هي راحت لأطباء كتير وكلهم أكدوا إن ذاكرتها هترجع لها بالتدريج. وبتقول لهم إن هي لاحظت إن كل جيلها كبر في السن ما عدا هي، وعلشان كده كان لازم تنقل من مدينة للتانية كل شوية علشان ما حدش يشك فيها لأن هي مش بتكبر. فأرسوس هنا بيسألها عن نوع قدراتها الخارقة، فبتقول له إن هي بتقدر تخفي نفسها وقت ما تحب، وكمان الحرارة والبرودة مش بيأثروا فيها وبتقدر تتحكم فيهم. فإلينا بتسألها لو هي موافقة تنضم للفريق، فبتقول لها إن هي هتنضم ولكن علشان تحاول ترجع ذاكرتها مش عشان تنتقم من أوجست. وفي الوقت ده دالجوف يدخل عليهم وبيعرفهم إنهم قدروا يحددوا مكان أوجست، فبيبدأ هنا الفريق يستعد بسرعة للمهمة. وبعد شوية بيوصلوا لساحة خردة محاصرة كلها بجيوش مسلحين، فبيبدأوا يهجموا على الجيوش اللي هناك وبيقتلوا فيهم، ولكن للأسف الجيش بيصيب خان بحقنة مخدرة وبيحاصروا أرسوس وبيجمدوا سينيا. وفي اللحظة دي لير بيواجه أوجست لوحده وبيفضلوا يضربوا في بعض بشكل عنيف، وبيكون أوجست أقوى منه بكتير وبيقدر يهزمه وبيوقعه على الأرض. وبعدها بيروح أوجست للفريق بعد ما حبسهم في زنزانة وبيقول لهم إن هو عارف نقطة ضعف كل واحد فيهم، وعلشان كده محدش فيهم يقدر يهزمه لأن هو أساساً اللي صنعهم. فأرسوس هنا بيطلب منه يسيب سينيا تمشي وما يأذيهاش لأن هي أساساً فاقدة الذاكرة، ولكن أوجست بيكلم كلامه ومش بيهتم بيه وبيعرفهم إنهم ممكن يبدأوا مع بعض صفحة جديدة، ولكن ده في حال إنهم يوافقوا ينضموا مع الفريق وهو علشان يسيطروا على العالم سوا. ولكن طبعاً خان أول واحد بيعترض وبيقول له إن هو بيفضل الموت على إنه ينضم لفريقه. فأوجست بيقول لهم إن هو هيسيبهم يوم يفكروا في عرضه، وبيسيبهم وبيروح يكمل اللي كان بيعمله. وبعدها الأخبار كلها بتتكلم عن الدبابات والآلات المنتشرة في الشوارع واللي دمرت المدن تماماً، وبيقولوا إن الشخص اللي ورا كل اللي بيحصل ده مجهول ومحدش عارف هو بيخطط لإيه بالظبط. لكن الغريب إن الآلات دي رايحة ناحية العاصمة، وطبعاً حالات الهلع زادت بين السكان بسبب إن أوجست دمر المدينة كلها والناس كلها خايفة تخرج بره بيتها. وفي الوقت ده إلينا بتوصل لمكان لير وبتلاقيه فقد الوعي تماماً، فبتاخده معاها علشان تعالجه. وفي نفس الوقت ده دالجوف بيوصل عند أوجست وبيقول له إن ده ما كانش اتفاهم من الأول، وإن المفترض إن هو ما كانش يدمر المدينة بالشكل ده. وبيقول له كمان المفروض إن هو يكون قد كلمته لأن هو وعد دالجوف إن هو مش هيعمل كده وعلشان كده جاب له الجيوش. فبيتعصب هنا أوجست وبيرفعه من رقبته وبيرميه على الأرض بشكل عنيف. وفي نفس الوقت ده العالم فيكتور بيروح يزور إلينا في القاعدة وبتتفاجئ جدا إن هو لسه عايش، فبيقول لها إن هو سمع عن اللي حصل وإن هو جاي يساعد. وبيقول لها كمان إن هو عارف مكان المختبر السري بتاع أوجست وبيديها عنوانه علشان تروح تقبض عليه. وبيروح فيكتور يساعد لير وبيعالج له إصاباته. وبعد شوية بتوصل إلينا وفريقها لمختبر أوجست وبتخلص على كل الحراس، وبعدها بتروح تحرر الفريق من الزنزانة وبتعرفهم إن دالجوف خانهم، وعلشان كده هي قررت تكون المسؤولة عن المهمة بداله علشان يمنعوا أوجست إن هو يدمر العالم ويخلصوا عليه. وبعد شوية بيرجعوا للقادة وأرسوس بيقول لإلينا إن هو عاوز يتكلم مع فيكتور، ووقتها إلينا بتحس إن أرسوس مخبي عليها حاجة فبتطلب منه يعترف بكل حاجة مخبيها لأنهم دلوقتي فريق واحد. فبيقول لها أرسوس إن هو مؤخرا بقى بيحس إن جزء الحيوان اللي جواه مسيطر عليه أكتر من الجزء البشري، حتى لما بيرجع لهيئته البشرية بيحس برضه إن مشاعره الإنسانية بتختفي كل مرة أكتر من اللي قبلها، وإن هو خايف يفضل محبوس في الجزء ده طول حياته، وعلشان كده هو محتاج يستشير فيكتور في الحوار ده لأن هو الوحيد اللي يقدر يساعده. فإينا بتطلب منه ما يقلقش لأن هي هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تساعده. وفي نفس الوقت ده بيكون الدكتور فيكتور بيشتغل في المختبر، وفجأة أوجست بيدخل عليه وبيقول له عدى وقت طويل قوي من آخر مرة شفتك فيها، وبيتهمه إن هو خاين، ولكن فيكتور بيدافع عن نفسه وبيعرفه إن هو عمره ما خانه وإن أهدافهم كانت مختلفة من الأول. وساعتها أوجست بيرد عليه بسخرية وبيقول له إنه ده الوقت المناسب علشان أثبت للعالم نجاحي، وبيودعه للمرة الأخيرة. وقبل ما يمشي بيشغل غاز معين وبيخنق بيه فيكتور وبيغمى عليه. وفي الوقت ده في أخبار غريبة بتوصل لإلينا لأنها بتعرف إن أوجست سيطر على قمر صناعي موجود في الفضاء، وحاليا بيحاول يسيطر على كل الأقمار الصناعية اللي حوالين الأرض علشان يقدر بعدها يسيطر على كل الآلات اللي موجودة في العالم. عشان كده إلينا بتحدد مكانه بسرعة وبتعرف إن هو موجود فوق برج معين
معين، وبيكون بيبث إشارات معينة من البرج ده وبيسيطر على الأقمار السماوية، فبتبعت فورا طيارات حربية علشان يدمروا البرج. ولكن لما الطيارات بتوصل هناك بيكتشفوا إنه أوجست محوط البرج بالكامل بمجال قوة، وأي حد بيحاول يخترق المجال ده بيموت في ساعتها. فإيلينا لما بتسمع باللي حصل ده بتقرر تنفذ خطتها الأخيرة، فبتسلم فريق أبطال الخارقين بدلات حماية مجهزة بأسلحة متطورة، وبعدها بيبدأوا يتدربوا على استخدام البدلة، وقوتهم بتبدأ تزيد بفضل البدل دي. وبعدها بيستعدوا لتنفيذ المهمة، وبعد شوية بيوصلوا عند مكان أوجست، وأول حاجة بيهجموا على كل الحراس بتوعه وبيقتلوا فيهم بكل شجاعة وقوة، بالرغم إن عددهم بيكون كبير جدا. وفي اللحظة دي بنشوف راجل مسلح وقع سينيا على الأرض وبيكون على وشك إن هو يقتلها، ومن حسن الحظ إن أرسوس بيتدخل في الوقت ده بعد ما تحول لحيوان كامل، وبيخلص على الراجل وبيحمي سينيا. وفي الوقت ده بتوصل إيلينا لمختبر أوجست وبتلاقي فيكتور واقع على الأرض، لكنها بتلاقيه لسه عايش. وفي نفس اللحظة لير وأرسوس وسينيا بيطلعوا على سطح البرج وبيستنوا خان يجيلهم بالطيارة علشان يوصلهم للبرج التاني. ولكن في عطل مفاجئ بيحصل في طيارة خان بسبب مجال القوة اللي حوالين البرج، ومش بيقدر يتحرك، فمش بيكون قدامهم هم التلاتة خيار تاني غير إنهم يروحوا بنفسهم لبرج أوجست من غير ما يستخدموا طيارة. وبالفعل بيبدأوا يتحركوا ناحية البرج، فوقتها الحراس بيشوفوهم وبيحاولوا يضربوا عليهم نار، وأرسوس بيكون على وشك إن هو يقع والفريق بيتوتر جدا. فوقتها خان بينط من على طيارته وبياخد بسرعة يخلص على كل الحراس وينقذ أصحابه. وفي الوقت ده فيكتور بيتكلم مع إلينا وبيقول لها إنهم يقدروا يخلصوا على أوجست في حالة واحدة بس، واللي هي إن لازم الأربع أبطال خارقين يدمجوا قوتهم كلها في قوة واحدة، ولكنهم لازم يكونوا حذرين جدا علشان لو خطأ حصل أثناء عملية الدمج دي هيقتلهم هما الأربعة. وفي الوقت ده الأربع أبطال الخارقين بيوصلوا عند المولد اللي بيزود مجال القوة بالطاقة، وعشان يوقفوا توليد الطاقة فهم محتاجين معدن قوي، وللأسف مفيش معدن هيقدر يتحمل درجة الحرارة دي. عشان كده سينيا قررت تلمس المولد بنفسها وتسيطر على مجال القوة وتمنع توليد الطاقة، وبالفعل بتنجح في ده من غير ما تأذي نفسها. فوقتها الجيش بيفرحوا جدا وبيستعدوا لتدمير البرج، ولكن إيلينا بتطلب من الجيش ما يضربوش البرج دلوقتي لأن هي عاوزة تدي فرصة للأبطال علشان يقتلوا أوجست. وبعد شوية الأربع أبطال بيوصلوا عند أوجست وبيحاولوا يهجموا عليه، لكن هو بيهزمهم واحد ورا التاني بسهولة. وعلشان كده سينيا بتقرر تخفي نفسها هي ولير، وبيبدأوا يهجموا على أوجست من غير ما يشوفهم. وخان في الوقت ده بيستعد علشان يقتلوا بالسيوف، لكن أوجست بيخرر نفسه مرة تانية وبيوقعهم على الأرض. وبعدها أوجست بيقرب من سينيا بشكل مرعب علشان يخلص عليها، فأرسوس بيقوم من على الأرض وبيتحول لحيوان وبيهجم على أوجست، لكن مع الأسف أوجست بيوقعه على الأرض من لكمة واحدة. فوقتها الجيش بيعرف إلينا إن خطتها هتوديهم في داهية ولازم يضربوا الصواريخ على البرج حالا قبل ما أوجست يدمر العالم. فإلينا بتحس بالإحباط وبتقرر تسيبهم وتمشي، ولما الفريق بيحسوا إن مفيش أمل بيقرروا ينجوا بحياتهم هم كمان ويهربوا من البرج. فبيرمي خان الحبل بتاعه جوه الطيارة اللي عدت من فوقيهم وبيطلب من الفريق يمسكوا في الحبل، وبالفعل بيقدروا يهربوا من البرج في الوقت المناسب قبل ما الصواريخ بتاعة الجيش تدمر المكان. وفي الوقت ده أوجست بيقدر يتحكم في الطيارة وبيعطلها، فبيضطر خان إن هو يقطع الحبل وبيقع هو وفريقه في النهر والطيارة تتحطم. وإيلينا بتوصل عندهم بعد ما طلعوا من النهر علشان تتفق معاهم على الخطة النهائية. وبنشوف أوجست في الوقت ده هو بيدمر في طيارات الجيش بكل سهولة لأن هو دلوقتي بيتحكم فيها، وبيفضل يضحك على خطة الجيش الغبية، وبيستعد بعد كده علشان يبث إشارات ويسيطر على كل الأعمار الصناعية. وبتكون إلينا في الوقت ده بتتكلم مع الأبطال عن خطة دمج القوة وبتقول لهم إن ده أملهم الوحيد والأخير، وبيبدأوا الأربعة يدمجوا قوتهم سوا وبيشكلوا مجال طاقة وبيوجهوا المجال ده ناحية البرج وبيدمروه بالكامل. فساعتها أوجست بيفقد إشارة الاتصال بالأقمار الصناعية وبيعمل على البرج وبيموت. وبعدها وسائل الأخبار بتطمن المواطنين إن كل حاجة رجعت لطبيعتها والحكومة هتتكلم في تصليح كل المدن اللي اتدمرت. وبعد كام يوم بتشوف إلينا والأربع أبطال الخارقين وهم بيتفرجوا على مدينة موسكو وبتكون بتتصلح من جديد وبيتعمل لها إعادة أعمار، وبيكونوا سعداء جدا بالانتصار ده. فإلينا بتشكرهم على كل حاجة عملوها، وفي الآخر إلينا بتعرفهم إن الحكومة قدرت تحدد مكان أبطال خارقين غيرهم وبتسعى دلوقتي إن هي تضمهم للفريق. وبيخلص الفيلم.